دخلتوا الملعب وبدل ما تشجعوا فريقكم دخلتوا تشتموا في الكابتن الخطيب، ودخلتوا تشتموا في زيزو، ودخلتوا تشتموا في ابو زيزو. وسبحان الله قبل ما تخرج من الملعب كان الناس دي كلها جاي لها حقها، جاي لها حقها عن طريق ان انت خسرت وخرجت من البطولة، علشان لا الخطيب عمل لك حاجة عشان تشتمه، ولا ابو زيزو عمل لك حاجة عشان تشتمه، ولا زيزو عمل لك حاجة عشان تشتمه. هو النادي الاهلي عمل ايه غلط؟ النادي الاهلي اتفاوض مع لاعب في فترة السماح اللي بيسمح بيها الفيفا. لو في غلط في الموضوع ده الغلط على ادارتك انت، روح لوم ادارتك انت، ما تلومش الكابتن الخطيب وتشتم الكابتن الخطيب. هو زيزو عمل ايه غلط؟ زيزو فضل شهور مستني الزمالك يفاوضه، ووالده فضل شهور مستنيين الزمالك يفاوضهم، ومحدش مجلس اداره نادي الزمالك بيتحرك. وجم في الاخر غلطوا في زيزو وغلطوا في ابوه. مستنيين منه ايه؟ عايزين منه ايه؟ يعني انتوا لا ترحموا ولا تسيبوا رحمه ربنا تنزل، ولا عايزين تجددوا له وقارفينه في عيشته وعمالين تغلطوا في والده، وكمان لما يروح الاهلي تقوموا شاتمينه. فكان الجزاء الطبيعي ليكوا النهارده بعد كل اللي انتوا عملتوه ده ان انتوا تخرجوا من الكونفدرالية بالشكل المهين ده. نهاية انتوا تستحقوها.